السلام عليكم. لو ما تعرفنيش انا كريم وبقدم محتوى معرفي على القناة دي، وزي ما قلت قبل كده ان انا ككريم فاتح القناة دي عشان زي ما بيقولوا كده عايز اضرب عصفورين بحجر، واللي هو ان انا استفيد واثقف نفسي من خلال المعلومات اللي بجمعها عن اي موضوع اكون عايز اتكلم فيه. فالخلاصة كده ان انا بوفر عليكم الوقت اللي كنتوا هتستغلوه في البحث، وعشان انا بوفر عليكم وقت زي كده يا ريت لو عجبك المحتوى ما تنساش تسيب لي تعليقك تحت في الكومنتات. مش عايز اطول عليكم اكتر من كده، ويلا بينا نخش في الموضوع على طول. زي ما قريتوا في عنوان الفيديو، احنا النهارده هنتكلم عن نادي الزمالك، وده عشان نادي الزمالك من اكبر الانديه في مصر وافريقيا كقيمه وتاريخ، وانا كاهلاوي ما اقدرش انكر التاريخ الموثق بالفيديوهات والمباريات، واهم حاجه موثقه هي انجازات النادي. المهم نادي الزمالك عمره ما هبط للدرجة الثانية، وده يمكن من أكبر الأسباب اللي مخلي نادي الزمالك هو أكبر منافس للنادي الأهلي في مصر. نادي الزمالك من أول ما تأسس كان اسمه نادي قصر النيل، وتأسس على إيد المحامي جورج ميرزباخ، والنادي ساعتها فضل اسمه نادي قصر النيل من سنة 1911 لحد 1913. بعد كده اتغير اسم النادي للنادي المختلط من سنة 1913 لحد 1941 ميلادية، وتغير الاسم ده عشان النادي كان فيه جنسيات مختلفة سواء من الأعضاء أو من اللعيبة. بعد كده اتغير اسمه لتاني مرة وبيجي اسمه نادي فاروق من سنة 1941 لحد 1952. السؤال المفروض تسألوه لي دلوقتي هو ليه اتسمى بالاسم ده؟ اشمعنى فاروق؟ هقولك. اتسمى بالاسم ده عشان الملك فاروق اللي هو كان ملك مصر ساعتها حضر مباراة نهائي كاس مصر بين الأهلي والزمالك، وللأسف نادي الزمالك هو اللي فاز ساعتها على النادي الأهلي بنتيجة 6-0. بعد كده اتغير اسم النادي لثالث مرة وآخر مرة لنادي الزمالك. نادي الزمالك فاز بالدوري المصري 13 مرة، وفاز بكاس مصر 28 مرة، وفاز بكاس السوبر المصري 4 مرات، وفي دوري كده كان اسمه دوري منطقة القاهرة فاز فيه 14 مرة، وفاز بدوري أبطال أفريقيا 5 مرات، وفاز بكاس السوبر الأفريقي 3 مرات، وفاز بكاس الكونفدرالية الأفريقية مرة واحدة بس، وكانت في 2019 ميلادية. حسن شحاتة، حمادة إمام، فاروق جعفر، حلمي زمورة، وأحمد رفعت. أكبر نتيجة فوز للزمالك كانت 9-0، والمباراة دي كانت قدام فريق نسيج حلوان سنة 1989 ميلادية. وأكبر نتيجة خسارة لنادي الزمالك كانت من أقوى منافس ليه في مصر وهو النادي الأهلي، والنتيجة كانت 6-1. بس الزمالك من حسن حظه كان أول فريق مصري يتأهل لكأس العالم للأندية سنة 2001، ولكن في سنة 2005 حصل تراجع كبير لنادي الزمالك لحد سنة 2013. بعد كده رجع تاني ينافس بقوة، والدروب ده حصل عشان نادي الزمالك مر على نقطة تحول بين الأجيال وبداية أجيال جديدة تلعب باسم النادي. فآخر حاجة عايز أقولها، ضروري نادي الزمالك يخلي باله من الحفاظ على القمة قصاد النادي الأهلي، وأنا بقول كده عشان المنافسة كل ما بتكبر بين النوادي في مصر، وخصوصا عشان نادي بيراميدز بيجي يضم لعيبة كبار ومحترفين إلى حد ما في الفترة الأخيرة. بس كده، وبكده أكون خلصت كلامي عن تاريخ نادي الزمالك باختصار. أشوفكم الفيديو ده إن شاء الله، وما تنساش تقول لي تعليقك تحت في الكومنتات عشان أعرف رأيك عن المعلومات اللي أنا قدمتها لك النهاردة عن نادي الزمالك. Good luck.